هو القصة متاخدة عن شخص حقيقي عايش. نعم. فكرم النجار جاب لي هذا الشخص كل يوم جمعة، أجيب كاميرا الفيديو أحطها عليا أنا وهو وأسأله وهو يجاوب. كرم من كتر ما يعني قعد معاه أكتر مني في الأول. نعم. أما ما كنتش أفهم إشارة كان هو يقول لي كرم، وبعد ما يمشي أتفرج أنا على الشريط. ده كان استمر الفترة. الأهم بقى إن إحنا رحنا معهد الصم والبكم، مركز للصم والبكم في مصر الجديدة. نعم. والحقيقة جبنا أستاذ من هناك. وجميع الممثلين، ودي معلومة مهمة، جميع الممثلين والمخرج ومساعدين الإخراج يوميا يجي يعلمنا هذا الأستاذ، ونسجل بالفيديو برضو إشاراته. ليه؟ في الفيلم أو في التلفزيون لو أنا بقول حوار وغلطت في جملة، مساعد المخرج يقول لي ستوب، مساعد المخرج يقول لي ستوب، غلطت في الحوار، لكن هذه ما في الجملة جمل. كذا، لكن هنا ما فيش جمل. طب مساعد المخرج والمخرج يعرفوا انا عملت الاشاره صح ولا لا؟ ووارد ان الاستاذ اللي احنا جايبينه مشرف على الاشارات نعم. لاي ظرف ما يجيش. فكان لابد المخرج ومساعد المخرج يتعلموا الاشارات. ايضا الاشارات. كانت الصعوبه فين في التجربه دي؟ اولا ان الصم والبكم ليهم مستويات في الاشاره. نعم. اللي بيعرف يقرا ويكتب ده ليه اشارات خاصه، يعني متفق عليها. نعم. يعني زي مثلا اسمي نور يبقى نور. نعم. يعني اي واحد لو مصمم بكم بيتفرج عليه دلوقتي يعرف ان انا بقول اسمي. زي البنت في الفيلم اسمها وفاء. و هذه الاشارات المتعارف عليها. لا، لان كل حرف في اللغه العربيه زي في اللغه الانجليزيه ليها الاشارات بتاعتهم برضو. نعم. في نيجي للاشارات الثانيه اللي ما يعرفش يقرا ويكتب. هنا البيئه بتفرض ثانيه. البيئه اللي بتفرض الاشارات. نعم. يعني اللي متربي في بيئه زراعيه غير اللي متربي في بيئه صناعيه غير اللي متربي على الشاطئ خالص. أكيد. والعالم المحيط بيه، يعني لو هو مش بيخرج زي عمر الفرماوي ده عايش في حته محدده، فاشاراته بالتالي بتبقى من خلال البيئه. اصعب شيء قابلني في هذا الدور غير الاشارات اني اول يوم بنصور، ففن التمثيل جوهره رد الفعل. جوهر فن التمثيل رد الفعل. رد الفعل اما يجي صح في الوقت الصح قد كده تصدقي المشهد. طيب فانا متربي على ده سنين طويله. نعم. يجي شخصيه تتكلم فانا سامعها فالتفت غلط لان انا مش سامع. لازم تعمل نفسك اصم. لازم. فحطيت قطن في ودني، بان القطن في لقطات البروفيل بقى باين، ما نفعش شلتها. دي برضو خدت مني 3 ايام. بقيت ارجع البيت درب نفسك ما تسمعش، اطفي صوت التلفزيون، الغي الصوت وراقب الناس عشان اعود ودني انها ما بتسمعش. عشان تبقى انت بتتكلمي وانا مش فاهم. تعمل لك وسيله ثانيه للتواصل. اعود نفسي ان انا الغي ودني. ما تبقاش بتسمع بجد. والتصوير الخارجي بيبقى مزعج. الناس بتلم حوالينا وزيطه. بعد اسبوع بقيت مفصول. بقيت مفصول فعلا. يعني اذا ما حدش شاور لي دخل مجال عينيا ما بصلوش. دي كانت اصعب حاجه قابلتني في فيلم الصرخه.